السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل أداء الدولي المغربي القطار والتي جي في أشرف حكيمي مع فريق باريس سان جيرمان ضد فريق تولوز في الجولة 22 من بطولات الدوري الفرنسي، وكذلك التعرف على التقييم الذي حصل عليه النجم المغربي أشرف حكيمي في مباراة اليوم. قبل البداية في التفاصيل والدخول في سمو والتحدث عن أشرف حكيمي، أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو لقاء جديد، ونبدأ في التفاصيل والتحدث عن أشرف حكيمي. أشرف حكيمي كعادته أساسي في تشكيلة فريق باريس سان جيرمان ومدربه الفرنسي، وللأمانة هذه أفضل مباراة لأشرف حكيمي هذا الموسم في الدوري الفرنسي. قدم مباراة رائعة وخيالية، وسجل هدف رائع بالقدم اليسرى بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء وبصاروخية في شباك تولوز ليعلن عن التعادل لفريق باريس سان جيرمان. وعاد في الشوط الثاني وبمجهود فردي رائع استطاع في تقديم اسيست للأرجنتيني ليونيل ميسي ليساهم في الفوز بشكل مباشر بتسجيله هدف وتقديمه للتمريرة الحاسمة، ونال أعلى تقييم في المباراة وكرجل اللقاء بتقييم 9.6 كتقييم على أدائه وعلى مردوده. وأخذ رجل المباراة عن جدارة واستحقاق. مباراة كبيرة ورائعة، مجهود كبير من الناحية الدفاعية ومن الناحية الهجومية، خصوصا هجوميا اليوم تحرك بعد غياب كيليان مبابي ونيمار جونيور، وأعطى إضافة هجومية قوية، والدليل أنه ساهم في الفوز بطريقة رائعة جدا. أتمنى أن يستمر في هذه الوتيرة، خصوصا أن باريس سان جيرمان يعاني من غيابات أبرزها راموس ونيمار ومبابي. أتمنى أن يستمر في الأداء الرائع مع فريق باريس سان جيرمان في المباريات المقبلة إن شاء الله. هذا هو كل شيء خصوصا النجم المغربي أشرف حكيمي، فلا تنسى الاشتراك لايك للفيديو لقاء جديد، وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء.